شاء عمر الراجل كان هيضيع في العربية دي لولا عناية ربنا سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، وما توفيقي إلا بالله، ورسالة توعية جديدة وسيارة كروز. طبعا العربية احنا بنفحصها مع بعض، بنفحص القوايم والعتب. طبعا اتضح لنا ان في معجون في القوايم، في معجون في العتب. طبعا ده جهة اليمين، لقينا العتبة مشغولة والقايم مشغول. نشوف الناحية التانية ناحية الشمال نفس الوضع، برضو في عندي شغل هنا في القوايم وفي شغل في العتب. ده طبعا دليل على ان العربية فيها كارثة كبيرة. اكيد العربية ديت مغيرة نص. هنرفع العربية مع بعض علشان نتأكد ونشوف الكلام ده. طبعا واضح ان في عندي شغل وفي معجون زي ما هو واضح معانا كده في تركيب النص. واتضح ان النص اللي متغير النص الامامي اللي بيكون فيه طبعا رقم الشاسيه اللي بيبقى فيه مشكلة في التراخيص والمرور. طبعا شقى الراجل ده كان هيضيع في العربية زي ما هو واضح معانا، شايفين كده مع بعض كده. كل ده معجون بيطلع اوت بالمفك زي ما هو واضح ان طبعا مكان تركيب النص الامامي اللي موجود فيه رقم الشاسيه. طبعا كل ده زي ما احنا شايفين كده مع بعض. نتأكد كمان من الناحية التانية، هنلاقي برضو في القطعية ماشية بعرض العربية. ده طبعا دليل مؤكد 100% ان العربية مغيرة النص الامامي اللي فيه رقم الشاسيه. طبعا اتضح لنا ان الشغل اللي في القوايم هو اللي وصلنا الى ان في شغل في رقم الشاسيه، في شغل في النص الامامي اللي فيه رقم الشاسيه اللي متغير. هنكمل الفحص معانا ونتأكد تماما ان القطعية موجودة زي ما هو واضح. ده كل ده شغل. وطبعا الراجل ده كان هيلبس في العربية ده طبعا فردة الشاسيه مشغولة ايضا. طبعا العربية مشغولة قوايم وتغيير نص امامي وشاسيهات. حالة العربية سيئة جدا. كان معكم عبد الوهاب الخطيب من مركز الخطيب لفحص السيارات بمدينة نصر. دمتم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.